السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا خبر عن مغتربة فرنسا، وهي في كواليس في مدينة الإنتاج الإعلامي. مدام هناء في مدينة الإنتاج الإعلامي، واتصلوا بيها أكدوا عليها، أكدوا يعني معاها وهي في فرنسا، كلموها وأكدوا معاها إن يعملوا معاها عدة لقاءات لما توصل مصر. ما شاء الله، مدام هنا اشتهرت وكل القنوات عارفاها وعاوزين يصوروا معاها، وهي دلوقتي من 10 الصبح ل10 بالليل في لقاء، من لقاء للقاء، من لقاء للقاء. ومعاها طبعا الدكتورة رباب صاحبة قناة أنا وجارتي، وكمان معاها مدام هناء، قصدي مدام دينا. وشفنا الكواليس وما شاء الله عليها، هتظهر على القنوات وهتحكي طبعا عن قضيتها. مدام هناء ماشية بجد في القضية، وقضيتها إن شاء الله هتبقى قضية رأي عام، وكل الإعلاميين بيحبوها ومعاها، وده طبعا كويس لمدام هناء. وطبعا شكر للدكتورة رباب صاحبة قناة أنا وجارتي، واقفة معاها بجد بجد، وقفت أخت مع أختها. في ناس متعاطفة مع مغتربة في فرنسا ومعاها، يعني علشان طبعا دي بنت بلدنا ولازم نقف معاها. مدام هناء كلنا معاكي، وإن شاء الله إن شاء الله قضيتك هتبقى قضية رأي عام. هي صبرت كتير وتحملت كتير الإهانات اللي جاتها هي وبناتها وعيلتها. وهناء بتقول إن شاء الله هاخد حقي بالقانون. مدام هناء على قناة دينا بتقول رباب ودينا واقفين معايا، وأستاذة دينا بتقول مدام هناء مظلومة، ولو مش مظلومة ما كنتش وقفت معاها، وهتوصل لقضيتها لقضية رأي عام. طبعا كل القنوات سجلت، اللي تواصلت معاها سجلوا معاها، وطبعا هنشوفها على التلفزيون. وربنا يوفقك، واشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش اشترك في القناة ولايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.